هنا تسكن زينب مع والديها وأخواتها، الفتاة الملاكة بضحكتها، المتفائلة بابتسامتها، هكذا عرفوها منذ الصغر. في وحدتها تختفي الابتسامة عن محياها، وتبدأ عيونها الحزينة بملاحقة خطوات الآخرين نحو ما هو ماض للمجهول. تركض بكل سرعتها على آمال لم تمنحها القدرة على الحركة ومغادرة هذه الزاوية من زوايا منزلها الذي غادرتها الابتسامة بوجود زينب العاجزة عن الحركة، التائهة في غياهب الحلم باللهو واللعب كباقي من هم في سنها. سنوات وأعوام مرت، ولا تزال زينب تحلم ولو بالمشي جالسة فوق كرسي متحرك بعجلتين تعيدان لها شيئا من طفولتها المتوقفة عند حدود الذكريات الحاضرة الماضية. لبعض الأشياء التي نفقدها لأجل من هم بحاجة إلى رعاية طبية، كان برنامج الرحمة يدق الباب على زينب ويمنح لها جزءا من لحظاتها التائهة في زوايا منزلها المتواضع لإعادة البسمة المفقودة أمام والدها منذ دهر لا حدود له. في هذا الشارع من الحي الذي تقطنه، فقدت زينب فيما مضى الكثير من الأيام واللحظات الجميلة، واليوم تعود وكأن الماضي لم يكن، وكأن تلك السنوات ما كانت أبدا، هي الآن كما وكأنها ولدت من جديد، وبدأت ترسم لنفسها حياة جديدة بعد أن صارت تنتقل من الماضي إلى الحاضر الجميل فوق كرسي يتحرك بإرادتها وبأمرها لا بأمر الأيام التي أجبرتها جالسة مقعدة دون إرادة. زينب تعود من جديد، تعود للابتسامة أكثر من أي وقت مضى.